الناس كان شكلهم يعني منتجمين معانا، وكان في ناس بتقف وتحاول تفهم في ايه، احنا هنا ليه، ويقولوا لنا ايه الحاجات الصفرة دي. ما كانوش على طول بيفهموا ان هي دي اهرامات مصر، وكنا نروح نقول لهم دي اهرامات مصر، احنا هنا ضد الانقلاب الجنرال السيسي عمله في مصر، احنا مش اخوان، احنا مش من الاخوان، ولكننا احنا مسلمين وعاوزين يعني الديمقراطية في مصر، وما تقدرش الديمقراطية ترجع من غير ما مرسي يرجع. والله رد فعل الناس ممتاز جدا، وخاصة الأطفال جايين يسألوا فيه إيه، لأنهم بيحبوا مصر، بيدرسوها هنا في المدارس، لأن الميديا هنا ما بتبينش أي شيء. هنكررها دايما، وإن شاء الله أي أسرة تانية مصرية عايزة تعمل نفس الشيء هتاخد كل الماتيريال دهوت وهتقف بيه، وهتعمل كل إن شاء الله أسبوع ممكن يكون في أسرة تقف ضد الانقلاب. عايزين نوصل بس للسيسي إن لو اتبقت في مصر أسرة واحدة بس برضه هي واقفة في وشه ومش هتتنازل عن الشرعية. 100 يوم لذكرى شهدائنا لبناتنا. اي واحد يقول لي انت ليه هنا النهارده، اقول له مش قادر اقبل ريحه الدم. احنا هنا مكملين، احنا هنا مستمرين. النوم مش هيقبلوا الدم، مش هيقبلوا الخيانه، مش هيقبلوا قتل اخواتهم وبناتهم واهاليهم. بنقول للسيسي والطغمه الحاكمه اللي قتلت ونهبت الحكم ومسكت الرئيس بتاعنا وخطفته الرئيس محمد مرسي، ما زالكم الى السواء.